مهاجم الاهلي يا جدعان عنده 35 سنه. اقول ايه في ايه؟ ايه المشكله؟ انت بتتكلم على انتوني موديست يتابع. انا شفت مباراه كامله لبروسيا دورتموند وهدف التعادل حضر في الاكسترا في الوقت الضايع لبروسيا دورتموند. الهدف مين؟ انتوني موديست فجر شباك. السلام عليكم ورحمة الله. قبل ما نبدأ عطر فمك بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله. أتمنى تدعموني وتشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد. ما اقعدش اقول لك اشتغلت على الحلقه دي قد ايه وقد ايه، انا جمعت مصادر من هنا ومن هنا ولكن الحلقه دي وبالخصوص الحلقه دي انا اشتغلت عليها كتير يا جماعه. يعني طلع عيني من مصادر الاتصالات لمعلومات. عايز تقول ايه بالاخر؟ هقول لك، ما انا جاي اقول لك ثواني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي الهستيريانز في كل مكان. وحشتوني جدا، واهلا بكم في حلقه جديده من ملعب الهستيري. نعم فهي حلقه خدت مني عمل شاق. خلاص خلصنا، ما طلعتش جبل ايفرست يعني. عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك ان يبدو ان الاهلي صام طويلا عشان يفطر على وزه في النهايه. واحد يقول لي جريت رقنا خلص، اقول لك حاضر، ما انا جاي اكلمك اهو. ولكن عايزك في البدايه ان احنا نعمل لايك على الحلقه دي باذن الرحمن، نوصل بيها الكام ل70، بس 70,000 لايك دعما لمعين عليها افضل الصلاه والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما اكلمك عن مهاجم النادي الاهلي الجديد اللي في حكم خلاص انه سيرتدي تيشيرت النادي الاهلي الاثنين او الثلاث المقبلين باذن الله، تعال اقول لك ان محمد صلاح يعطي درسا لاتحاد جدة السعودي. ايوه المهم، عايز انا الاول اوجه رساله للاعلامي وليد الفراج. لك ايه؟ مركب الاتحاد لن تغرق بسبب صلاح. هو حد قال لك ان صلاح قبطان جاي يسوق الماء؟ هو حد قال لك ان صلاح معاه زورق؟ حد قال لك ان صلاح هيجي يقدف؟ ما احنا عارفين يا حاج وليد. ولكن المهم في الامر ان محمد صلاح وصل رساله واضحه ان اللعب في الدوري الانجليزي، الاحتراف في البريمير ليج، ان اللعب في التوب ليفل في كرة القدم العالمية اهم عند صلاح 100,000 مرة من ضعف الملايين اللي بياخدها في ليفربول. اهم 100,000 مرة من انه يروح السعودية وهو لسه في عز ادائه. صلاح في عز ادائه وعز نجوميته مع ليفربول اهم مليون مرة من ان هو يروح في هذا المستوى الى الدوري السعودي علشان يحصل على ملايين الدولارات. عايز اقول لك ان محمد صلاح رفض عرضا هو الاكبر في تاريخ كرة القدم. عايز اقول لك ان مسؤول اتحاد جدة لحد ساعات قليلة قبل غلق باب القيد في السعودية كانوا يحاولون جاهدين الحصول على خدمات النجم المصري، ولكن جاء الرد دائما وابدا لمؤاخذة رجالة ماليش تقول على الكبسة. محمد صلاح بالفعل حقق لكثير من المصريين حلمهم بان هم يفضلوا قاعدين يشجعوا هذا النجم وهو بيلعب في التوب ليفل. يعني اداهم الحق ان هم يفضلوا مستمرين في الفخر بنجم كبير وكنز لمصر اسمه محمد صلاح. شكرا ابو مكة وكيان، ويا رب تفرح بيهم اخويا. ولا علاء لمين؟ للي قال لك ده احنا مسيطرين على البتاع. بص اقول لك على حاجه، انا احيي واحترم التجربه السعوديه، احيي واحترم دوري روشن السعودي، دوري خلاص اصبح مكتظ بالنجوم العالميين يعني. لكن كان في نظره من نظرات الاستعلاء، او احنا هنجيب اي حد. محمد صلاح كسر الحته دي، وفي الحقيقه انا حبيت صلاح فوق حبي لصلاح الاضعاف بسبب الموقف ده. عايز اقول لك ان في موضوع تاني غايه في الاهميه قبل ما نيجي لاخر موضوع معانا بقى اللي هنقعد نتكلم فيه مع بعض شويه، عشان بعض الناس اللي يقولك 35 سنة ايه يا غرع. لا ده انتوا جماعة الناس اللي بتتكلم في الموضوع ده بجد اقسم بالله خلوني قاعد عامل كده. انتوا بتقولوا ايه؟ تعالى بس اقولك ان انتخابات نادي الزمالك ستشهد يعني ضجة كبيرة جدا. النهاردة اعلن هاني العتال عن خوضه الانتخابات بشكل رسمي، وبهذا قدرنا ان احنا نحدد لكم كم مرشح
لانتخابات نادي الزمالك، على رأسهم طبعا الأستاذ مرتضى منصور بعدما أعلن نجله أحمد مرتضى منصور عن خوض والده لانتخابات الزمالك المقبلة على مقعد الرئاسة. معاك كابتن أيمن يونس، معاك كابتن فاروق جعفر، معاك كابتن حسين لبيب، معاك كابتن أحمد سليمان، معاك والأستاذ واللواء حسن موسى أيضا قال لك هنزل انتخابات، ومعاك برضو الأستاذ هاني العتال. هستيري، شايف مين في الأسامي دي يصلح لرئاسة نادي الزمالك؟ انت يعني قول لي وجهة نظرك وقول لي تتوقع مين يكسب الانتخابات. هقول لك انا اشوف مين يصلح واتمنى مين يكون موجود على مقعد الرئاسة. بص، اللواء حسن موسى قعد اسبوع، فما اقدرش اقول لك اتمنى يكون هو راجل محترم واشتغل وطلع بلاوي ومصايب وحط عينينا كلنا على ازمات كانت جوه نادي الزمالك بل كوارث. بس انا ما اقدرش اقول لك ده اللي يمسك، لان لازم يكون في على المدى الطويل، او الراجل ده مسك على الاقل 6 شهور عمل فيهم حاجات، فابدا ان انا اقول لك يا ريت هو اللي يمسك الزمالك. لكن احييه جدا واتمنى يكون موجود في قائمه احد المرشحين اللي انا نفسي ينجحوا. مين اللي انا نفسي ينجح؟ وهقول لك بعدها اتوقع مين هينجح. نفسي مين ينجح؟ من الاستاذ الكابتن احمد سليمان، او عندك كابتن حسين لبيب، عندك العديد من المرشحين. انا اتمنى على هذا المقعد الكابتن حسين لبيب، اتمنى تواجد كابتن حسين لبيب رئيسا لنادي الزمالك قولا واحدا. كابتن حسين لبيب اتمنى ان يكون رئيسا لنادي الزمالك، واتمنى ان يتعاون مع كابتن احمد سليمان المحترم في ان هم واحد فيهم يبقى الرئيس والتاني يبقى نائب الرئيس، هم بقى يظبطوها. لازم بقى انتوا الاتنين خصوصا تتحدوا مع بعض، واحد يكون على مقعد الرئيس والاخر على مقعد نائب الرئيس. ما ينفعش انتوا الاتنين تنزلوا ضد بعض، انتوا الاتنين خصوصا. دي وجهة نظر انا. طيب تتوقع مين ينجح؟ الاستاذ مرتضى منصور. والله ده توقعي. هتستغرب، هتستعجب، انت بتقول ايه يا غرع؟ هقول لك، انا قلت لك ما هي الامنيه اللي اتمناها. فانا بقول لك دلوقتي توقعي بقى. ايه هو التوقع؟ استاذ مرتضى منصور، والاسباب عده. اولا ان الراجل ده قدر يلم العديد بل معظم اعضاء الجمعيه العموميه ويكسب اصواتهم مرارا وتكرارا لحاجات كتير جدا عملها، والراجل ده ليه قوه شعبيه كبيره جدا جوه الجمعيه العموميه لنادي الزمالك. طيب تعالى اقول لك على حاجه. قلت ليه الكابتن حسين لبيب يتحد مع كابتن احمد سليمان؟ علشان تفرقه الاثنين، كل واحد فيهم ليه اصوات، والاثنين كل واحد فيهم ليه محبين. لا، احنا نجمع المحبين دول كلهم ان هم يرشحوا الرئيس اللي هيكون واحد منكم، فقيمتكم تنجح. ليه؟ لان تفرقه الاصوات. كابتن ايمن يونس ليه محبين، كابتن فاروق جعفر ليه محبين، هاني العتال ليه محبين، احمد سليمان ليه محبين، حسين لبيب ليه محبين، مش عارف ايه. كل واحد فيكم هياخد شويه صغيرين، والمعظم سيذهب للاستاذ مرتضى منصور. انا بتكلم معاك بمنتهى العقلانيه دلوقتي. فاتمنى حسين لبيب او احمد سليمان او كلاهما، احدهم على منصب الرئاسه والاخر على منصب نائب الرئيس. اتوقع الاستاذ مرتضى منصور بهذا الشكل وبهذا العدد الكبير من المرشحين. دي وجهه نظري والايام جايه. تعال بقى نيجي لاخر واهم موضوع. بعض الاهلاويه او الكثير من الاهلاويه يقول لك ايه؟ مهاجم الاهلي يا جدعان عنده 35 سنه. اقول لك ايه في ايه المشكله؟ انت بتتكلم على انتوني موديست. جماعه، هو حد فيكم كان بيتابع الدوري الالماني البوندسليجا يعني على فترات متباعده كده، او بيشوف دايما الكلاسيكو اللي بيبقى بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند وبيتابع؟ انا شفت مباراه كامله لبروسيا دورتموند وبايرن ميونخ، وكانت مباراه خدت رواجا واسعا على السوشيال ميديا، وكان فيها هدف التعادل حضر في الاكسترا في الوقت فجر شباك مانويل نوير. انتوني موديست يعني عايز اقول لك الاهلي او في ناس في مجلس اداره النادي الاهلي بيتحفظوا على سن اللاعب وراتبه. انا حته الراتب دي هنحسمها او هنتكلم فيها، لكن سن اللاعب ده يا جماعه دي غريبه قوي، دي حاجه غريبه قوي. انت مش بتتكلم على لاعب عنده 40 سنه، ده لاعب عنده 35 سنه وطول عمره بيلعب في التوب ليفل. انتوني موديست عايز اقول لك ان هو يعني اشرحها لك ازاي، كان يقارن بانديه في ضربات الراس.
عملوا احصائيه من سنتين فاتوا، جابوا ان في انديه جابت 12 هدف بالراس، انديه جابت 8، انديه جابت 9، انديه جابت 10، انديه جابت 7. كان في المرتبه الثانيه انتوني موديست لوحده ب9 اهداف بالراس. انت متخيل قوه هذا اللاعب وفتكه في اللعب بالراس؟ متخيل؟ وعلى يعني خد دي من اخوك، الصفقه دي ان تمت كما يقال وكما نقل لي، لو تمت يوم الاثنين او الثلاث بالكتير، اللي هيكون حسمها هو مارسيل كولر اللي درب في الدوري الالماني قبل